المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. لواحق الأفعال شقن جوخر. إضافة إلى اللواحق التي أوردناها سابقا، توجد لواحق أخرى تؤدي إلى اشتقاق أفعال جديدة تعطي معاني مختلفة. مساهمة اللواحق في تشكيل الأفعال أقل من مساهمة السوابق، وإليك نماذج لهذه اللواحق. 1. اللاحقة غاي تعطي معنى صعوبة بالغة في تنفيذ الحدث. الأفعال التي تتصل بها هذه اللاحقة تكون أفعالا لازمة. الصعود إلى الجبل العالي صعب للغاية. تشابلاغم دقوياغواي. كتابته صعبة للغاية. كواي. 2. اللاحقة ور تعطي معنى سهولة في تنفيذ الحدث. الأفعال التي تتصل بها هذه اللاحقة تكون أفعالا لازمة. سهل المضغ وتسأوار. سهل الصعود دقويا ور. 3. اللاحقة خ تشير إلى أن الحدث قد تم بشكل مؤكد. 1. وتأتي بعد أداة الزمن الماضي للفعل غ. لقد قال بشكل مؤكد. وغاخ لقد ذهب بشكل مؤكد. وغاخ. 2. وتأتي قبل أداة الزمن المستقبل للفعل شت. لا بد أنه سيأتي بشكل قطعي قوخشت. 3. وعندما تأتي مع الأفعال في حالة النفي تشير إلى النفي البات للحدث، وتأتي قبل أداة النفي لم يذهب بشكل قطعي. وغاخب لم يقل له قطعا. وغاخب. 4. اللاحقة ب وتدل على أن الفعل قد حدث بشكل مؤكد وقطعي أو لا بد من حدوثه، وتأتي قبل أداة تصريف الزمن للفعل في جميع حالاته: المضارع، الماضي، المستقبل. لقد ذهب بشكل مؤكد. وبار كان سيذهب بشكل مؤكد. وباشتغا كان سيذهب بشكل مؤكد ولفترة. وباشتغاغ سيذهب بشكل مؤكد. وبشت أو وبن وهما صيغتان للزمن المستقبل البسيط. 5. اللاحقة جو تشير إلى أن الحدث يكون ضمن فترة زمنية محددة، وفي أغلب الأحيان تكون مع الأفعال في صيغة النفي. قف قليلا. شتغ توقف قليلا. قوصغ في حالة النفي لم يعطه بعد. ريتغاغوب لم يقله بعد. واغاغوب. 6. اللاحقة خو تشير إلى أن ما حدث من خلال جذر الكلمة فيه خلل معين يحتاج إلى تحسين في الأداء. ظن أنه رآه لكنه أخطأ. لقد اشتبه. هثغوغ صوصوغ أو خوقاغ بسخوغا. 7. اللاحقة يا تشير إلى رغبة وأمنية أن لو حدث الفعل. ليته ذهب. وغيم ليته لو كان يذهب. كوشت غيم. 8. اللاحقة ش تشير إلى أن الحدث الفعل قد تجاوز كثيرا مما هو مطلوب. رمى أبعد كثيرا مما يجب. بليتزشار زاد عن الحد كثيرا تصرفا أو كلاما. بليفشار. 9. اللاحقة و تشير إلى أن الحدث الفعل
قد تجاوز قليلا مما يجب. رمى أبعد قليلا مما يجب. بليتزواغ زاد عن الحد قليلا تصرفا أو كلاما. بليفواغ 10. اللاحقة ج. هذه اللاحقة تعطي معنى التكرار أو عمل نهائي أو أنها تشير إلى الجزء الأخير للحدث. ألف التكرار، وتفيد هذه اللاحقة أيضا إلى حدث يتكرر، مثلا آلة تعمل ذهابا وجيئة، ماكوا قجوج. حالة أخرى، مرت سيارة أو شخص ونحن ننتظر مروره عائدا ثم عاد، فنقول بلج جغ، أي أن هذه العملية تتكرر ربما مرة في اليوم أو مرتان أو أكثر. ب. أي عمل يكون عادة مؤلفا من عدة خطوات واللاحقة ج تتصل مع الخطوة أو الجزء الأخير للحدث، مثلا طالب يدرس خارج البلد ويعود مرات عديدة خلال الدراسة، ونقول ققواغ أي جاء. أما إذا أنهى دراسته وعاد بشكل نهائي نقول ققوجغ. مثال آخر، تشياغ نام ولا ندري في أي وقت، وغالبا ستتبعه فترة استيقاظ خلال اليوم. أما إذا أردنا أن نقول أنه عاد إلى فراشه في آخر الليل كي ينام فنقول تشياجغ. وجدت ما كنت أبحث عنه أخيرا، سزلخشتغر قزوتجغ. وأخيرا ضحك، قدحشجغ. وأخيرا نظر، فتح عينيه، قبلجغ. أمثلة أخرى، قامت طائرة بمهمة معينة، عندما تعود وتهبط نستخدم اللاحقة ج مع كلمة الهبوط. هبطت، عادت الطائرة. ببلر قد السجغ. أما إذا هبطت إحدى الطائرات في إحدى رحلاتها نقول ببلر قد الصغ. ذهب الولد لشراء حاجة معينة ثم عاد، عملية شراء. اشترى الولد وعاد. جالم قشفي قغزجغ. يأتي العامل ربما لأول مرة، لجاكور ققوة. يرجع العامل، ربما كان يعمل عندنا وذهب مؤقتا والآن يعود، لجاكور ققوج. وانظر إلى المثالين التاليين. 1. الذي كنت أبحث عنه وجدته، سزلقرر قزوته. 2. الذي كنت أبحث عنه وجدته أخيرا، سزلقرر قزوتجغ. ما الفرق بين المثالين 1 و 2؟ الأول يمثل شيئا وجدته لأول مرة، فقط أتكلم عن عملية الإيجاد وليس لي علاقة بعملية الضياع متى وكيف. أما الثاني يمثل شيئا كنت رأيته سابقا أو أضعته ثم وجدته، أي أنني أعيش حلقات العملية برمتها، الضياع والبحث والإيجاد، ولا يهم الزمن بين الضياع والإيجاد.